الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساء الجميع بكل خير. حلقة اليوم نتناول فيها نقطتين. النقطة الأولى تتعلق ب تفوق الطالبة منار بن مستورة من ولاية تارت في مسابقة الحساب الرياضي في روسيا، وهذه الطالبة التي تبلغ من العمر 16 سنة تمكنت من إبهار لجنة التحكيم المتكونة من عدة أساتذة، بل أن لجنة التحكيم ونتيجة لتفوقها وسرعتها في حل أعقد المسائل الرياضية أمام لجنة التحكيم وجهت لها تحية خاصة. وتمكنت قلنا هذه الطالبة من حل مسألة أو عدة مسائل حسابية بسرعة لم تتوقعها لجنة التحكيم، بل أن لجنة التحكيم صفقت لمنار بن مستورة تصفيقا ليس مجاملة أو مدحا، ولكن تصفيقا لعبقريتها وقوتها العقلية وقدراتها الفائقة التي فاقت كل تصور الذي كان في سقف لجنة التحكيم. مرة أخرى نوجه تحية لأسرة هذه الطالبة ونوجه لها كذلك تحية، وكذلك ندفع في الاتجاه الذي يحقق اكتشاف المواهب في مختلف العلوم على مستوى الدولة الجزائرية. النقطة الثانية تتعلق بأن المملكة العربية السعودية توجه صفعة ثانية لدولة الإمارات بعد أن استرجعت المملكة العربية السعودية قناة العربية، طبعا لأن الملكية الفكرية صح التعبير أو ملكية الشركة هي لصالح المملكة العربية السعودية. فبعد أن استرجعت المملكة العربية السعودية هذه القناة قامت بإبعاد صح التعبير حوالي 50 صحفيا. لماذا؟ لأنه ثبت بأن هؤلاء أو أغلبهم كانوا يأتمرون بأوامر حكام الإمارات. فالسعودية المملكة العربية السعودية قلنا مرة أخرى تطيح بالإمبراطورية الإعلامية الإماراتية التي كانت توظف من أجل إرباك المشهد العربي، ومن أجل زرع الفتنة في الدول العربية، ومن أجل بث الشقاق بين الدول العربية، ومن أجل كذلك زرع الفوضى في مختلف بلدان إفريقيا. فأموال الإمارات مرة أخرى تظهر بأنها كانت حقيقة لزرع الفتنة وزرع الفوضى وإثارة الحروب، وما السودان ببعيد. فمرة أخرى نوجه تحية للمملكة العربية السعودية، ونشد على أيادي النزهاء في البلاد العربية خاصة الذين يديرون المؤسسات الإعلامية بأن الحرب القائمة والحرب القادمة هي حرب أساسها ووسائلها الإعلام بكل مكوناته. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.